الحمد لله يعني نزل على 5:30. Wie ist Ihre Adresse? Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, صباح الخير يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان تكون كلكم بصحه وسعاده. طبعا دلوقتي حالا الساعه داخله على 3:30. انا في العاده بصحى الساعه 3. بعمل كوبايه القهوه، بقعد اتشيك الايميلات بتاعتي، اتشيك كل حاجه الشغل كله مده مثلا نص ساعه ساعه. بعد كده بقوم اجهز الاكل، اجهز اللبس، بعد كده اتوضى، اصلي الفجر، والبس وانزل الشغل. زي ما انتم شايفين اليوم هيبقى كله عبارة عن تصوير، بيبقى شكل اليوم عامل ازاي بتاع الشغل هنا في ألمانيا، من أول ما انت تصحى لحد أما بتنزل الشغل، طبيعة الشغل بتبقى عاملة ازاي، بترجع الساعة كام. وبعد كده طبعا أنا بالنسبة لي بيبقى عندي كورس ألماني بعد الشغل. بعد الكورس الألماني بقعد أخلص شوية حاجات ليها علاقة بالبيزنس أو غيره، وأذاكر شوية لو في مذاكرة، وبعد كده بنزل الجيم. فإن شاء الله أصور لكم كل حاجة، شوفوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا شكل اليوم بتاع الشغل بيبقى عامل إزاي هنا في البلد. طبعا بعتذر عن الكليب اللي فات، كنت لسه طبعا صاحي من النوم، فالواحد ما يكونش قادر يتكلم خالص، ما يكونش قادر يعمل أي حاجة لحد على الأقل ما ياخد بق كوباية قهوة. بس بعد مثلا ما ياخد بق كوباية قهوة واتنين، الدنيا كلها بتظبط معاه. من الحاجات مثلا اللي انا بحب اتشيك عليها اول ما اصحى الصبح على طول هو الاسعار بتاعه الكريبتو كرنسيز، حاجات زي الاكس ار بي، لان انا ناوي ادخل فيها. فبحب اشوف التحليلات بتاعه الناس، بحب اشوف الحاجات الترند، اللي هي التحليلات اللي واخده فيوهات عاليه او الناس مأيداها. وطبعا المحبوبه بتاعتي البولكا دوت برضو يعني مستني اما السعر ينزل لحد على الأقل مثلا 5.5 أو مثلا $5، إن شاء الله هدخل أشتري. دي طبعا مش نصيحة يعني، لكن أنا بديكوا أمثلة مثلا أنا بعمل إيه. وطبعا بتشيك مثلا البورتفوليو بتاعي في قلب باينانس، بشوف الانكم أو الدخل اللي أنا عملته. أعمل حاجة اسمها ستيكينج، فالمفروض إن دوت الربح اللي بينزل لي مثلا في الشهر أو كده. يعني مثلا إحنا مثلا الشهر ده عاملين $132 مثلا. طبعا انا عارف ان انتوا هتموتوني لان انتوا مستنيين مني شرح كل الكلام دوت بالظبط، لكن ان شاء الله هنشرح كل الكلام ده بالتفصيل. يعني انا عارف ان انا وعدتكم قبل كده كتير، لكن
يعني مش عايز ادي كمان وعد، لكن ان شاء الله ان شاء الله قريب، وان شاء الله المره دي تكون مختلفه يعني كتير جدا عن المرات اللي فاتت يعني. فخليكم معايا الاخر. طيب الساعه دلوقتي حالا 5:30، داخل على 5:30. احنا كده متأخرين شوية، فالحمد لله صلينا الفجر، خلاص خلصنا الفجر قدام بقاله حوالي ساعة إلا تلت. ودلوقتي حالا المفروض إن احنا نلبس ونعبي أكلنا وكله في الشنطة وننزل على السريع. لكن في حاجة مهمة جدا الناس اللي بتسأل على تنظيم الوقت كنت عايز بس أقولها. حاجة زي كده نوت بوك، تمام، مهمة جدا جدا جدا. لازم دايما تكتب فيها الحاجات اللي انت المفروض تعملها النهارده قبل ما تنام، عشان لما تصحى صدقني مش هتبقى فايق ومش هيبقى ليك نفس انك تعمل اي حاجه. فلما تصحى وتلاقي قدامك الحاجه اللي انت عايز تكتبها، الحاجه اللي انت عايز تعملها او تبتدي بيها يومك، بيبقى الموضوع احسن بكتير وسريع جدا في البدايه، بدل ما انت تقعد اول نص ساعه اول ساعه كمان في اليوم زي حالاتي قاعد تايه مش عارف انا بعمل ايه. فحاجه زي كده هتحل لك المشكله، حابب بس ان انا اقولها على السريع. طبعا احنا كده جاهزين ننزل الشغل دلوقتي حالا. طبعا لو حد يسأل انت بتقل ليه، فالمفروض ان دي كده درجة الحرارة بتاعت النهاردة. درجة الحرارة النهاردة المفروض 4، هتمطر او المفروض ان هي مطرة بره يعني، فمش عارف بقى في التصوير هتبقى عاملة ازاي، ان شاء الله ما يكونش في حاجة. والمفروض ان هي هتنزل تلج من اول الساعة 9 لحد الساعة 1. فزي ما شايفين درجة الحرارة 4 طبعا، اللي هي يعني مش اقل حاجة. لكن اللي هيبقى التلات ايام اللي جايين يعني عموما كلهم مطرة، او الاسبوع كله مطرة الحقيقة. الاسبوع كله مطرة يعني 4-0 4-0. ده مثلا اليوم ده كويس 10-3. بس المفروض ان احنا نعمل حسابنا عموما ونتقل يعني. قدامنا كمان حوالي 5 دقايق الشغل من محطة الباص. انا طبعا بالمناسبة عارف ان انا ما جبتش سيرة الغياب الطويل اللي انا عملته دوت، او الفترة الطويلة اللي انا قطعتها، لكن ان شاء الله هفسر كله في الفيديو اللي جاي او اللي بعده. لكن بالمناسبة لو انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي حالا، هيبقى ان شاء الله الخميس يعني. فاعمل حسابك ان انا هحط Q&A على الانستجرام عندي، هتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت، تمام، او اللينك على طول. ادخل اسأل السؤال بتاعك وان شاء الله هرد عليه. حاجة يعني كده تسخين يعني كده مثلا للرجوع ان شاء الله. فعلى العموم يعني التفسير بتاع الغياب اللي انا عملته او الفترة اللي انا قطعتها ديت ان شاء الله يعني ليه تفسير، وان شاء الله هيبقى في الفيديوهات اللي جاية يعني. لكن ما اعتقدش هو هيبقى الفيديو دوت، لان الفيديو دوت
هو فلوج يعني، فهنسيبه فلوج كده من غير ما يعني ندخل في حاجات عميقة في النص او غيره. هيبقى بس عن بس اليوم بتاعي بيبقى شكله عامل ازاي بتاع الشغل او كده. وبالمناسبة صحيح، الفيديو دوت يعني انا هرجع اكرر الموضوع ده في الاخر. الفيديو دوت لايام الشغل بس، انا كل يوم مش كده. انا بشتغل حوالي مرتين او ثلاثة في الاسبوع، طبعا بيبقى على حسب اللي بيديني شيفتات، فمش كل يوم بيبقى نفس النظام. يعني انا مش كل يوم بصحى الساعة 3 يعني الصبح، تمام. فده بس يعني كده على السريع. حاجة كمان برضو على السريع، انا مش متأكد بالظبط هل انا هعرف اصور في الشغل ولا لا، لكن انا هحاول. لكن في الاول وفي الاخر الشغل بيبقى كله طبعا كاميرات وغيره، فانا مش عايز ان انا اعمل حاجة يعني غلط مثلا او تأذيني او غيره يعني. فانا مش اكيد هعرف اصور او لا يعني، لكن هحاول طبعا. وهنشوف برضو في الاخر يعني، هتعرفوا ان شاء الله بعد الكليب دوت. المفروض ان هو ده كان مكان الشغل، بيبتدي من اول هنا. كل الكلام دوت المفروض ان هو مخزن او لاجة، تمام. فالمفروض ان هو دوت مكان الشغل بتاعي يعني. يبقى هو كل دوت بالظبط، كل المبنى دوت فيه طبعا ورا تكملة ليه يعني، هو كبير يعني عموما. فهنشوف هيبقى النظام. طيب يا شباب، انا طبعا بعتذر ان انا ما عرفش اصور في الشغل، لكن طبعا عشان خاطر كل الكاميرات الموجوده وانا مش عايز ان اي مشاكل تحصل يعني. الشغل هو عباره عن جزئين بالنسبه لي. اول جزء هو البيكر. البيكر دوت انت بيكون عندك لستة زي كده. الليستة بيكون فيها اسم الايتم، والايتم دي اللوكيشن بتاعها زي ما انتم شايفين كده. بيبقى اللوكيشن المفروض دوت في انهي صف، في انهي كرتونة، في انهي رف. بتروح بتدور عليه وبتاخدها بتحطها في السلة، وبتقعد تلم كل اللي في الليستة أو في الورقة كلها. بتروح لمكان معين وتحط الصندوق دوت هناك، وهكذا بيجيب صندوق فاضي ولستة كمان، وتفضل تكرر شغلانك لحد اما الشفت بتاعك يخلص. في العادة الشفت بيكون 8 ساعات او ممكن يكون اكتر يعني، على حسب هما محتاجين ناس او لا. تاني جزء ودوت الجزء المفضل ليا وقريب من مجالي، هو الاسكاننج. الاسكاننج هو ان انت بيكون فيه ايتمز. الايتمز دي بتكون داخلة المخزن. انا طبعا شغال في مخزن او لاجا. المفروض ان انت بتسجل ان الايتم دي هتكون موجودة في الصندوق ده، لانها بعد كده بقى بتطبع في ورقة، وبتروح للحد اللي شغال في الشغلانة الأولانية اللي هو بيدور على الأيتم ويحطها في الصندوق، عشان دي مثلا بيكون مثلا طلبية أو دليفري أو مثلا أوردر. فأنا ببقى شغال على سيستم، بيبقى معايا اللابتوب وجهاز السكانر، بيدوني كمية الأيتمات في الصناديق أو بكميات ضخمة، ويقولوا لي دور على صندوق فاضي حط فيه الأيتمز لحد مثلا ما تملى نص الصندوق، أو مثلا قريب مثلا من آخره كده بشوية. بتعمل سكان وتحط الايتمية في الصندوق، وبعد كده بتعمل سكان للوكيشن بتاع الصندوق وتعمل بوك في قلب السيستم، وبتتسجل على السيستم على المركز كله بتاع اللاجا او مركز الشركة كله يعني. وبعد كده هم طبعا يعني لما حد بيطلب الاوردر دوت من على الويب سايت، هم بكل بساطة بيطبعوا الورقة ديت، والمفروض حد بيروح ويدور عليه ويحطه في الصندوق، ويوصل الصندوق للمكان اللي بيغلفه، وبعد ما طبعا ما بيتغلف بيتشحن للعميل أو غيره. فهو ده بالظبط طبيعة الشغل. شغلانة بسيطة يعني، ما هيش معقدة، لكن هي كويسة يعني وشغالة يعني. طبعا معلش عن النقلة المفاجأة ديت، لكن أنا خلصت شفت الشغل بتاعي وروحت البيت بسرعة، علشان أنا المفروض ميعاد الكورس الألماني بتاعي وأنا اتأخرت عليه شوية. ف يعني كده خلصنا ميعاد كده خلصنا الشيفت بتاع الشغل، وكده فاضل لنا كورس ألماني دلوقتي حالا. كورس حوالي 3 ساعات، ده بيبقى تبع الجامعة. والفترة الحالية كورس مكثف يعني. في العادة بيبقى مثلا الكورس مثلا على مدار شهر أو حاجة، بيبقى قصدي على مدار السمستر كله أو حاجة، بيبقى مرة في الأسبوع. لكن أنا واخد اللي ما بين السمسترين، فاللي ما بين السمسترين بيبقى مكثف، فبيبقى كل يوم 3 ساعات، ما عدا طبعا السبت والحد. وبيبقى حوالي لمدة أسبوعين أو حوالي 15 يوم. وبعديه بيبقى عندنا الامتحان، وبعد الامتحان بناخد مثلا الشهادة بتاعة المستوى أو غيره يعني. فالمفروض إن أنا دلوقتي حالا عندي الكورس هيبتدي الساعة 3، دلوقتي حالا الساعة 3 إلا 10، وأنا المفروض إن أنا مستني في الويتنج روم بتاعة الميتنج. ده كده قبل ما أنا جوين المحاضرة بتاعتي. المحاضرة أونلاين يعني عموما، مش في الجامعة أو حاجة. واحنا كده مستنيين ان هي تقبل المحاضرة بتاعتنا، تقبل قصدي الدخول بتاعي. عموما يعني لو حد مهتم وانا المفروض ان انا ادخل اشتري دلوقتي حالا، لكن انا في حاجة فيا بتقول لي اللي هو استنى ما تنزل كمان شوية. فاللي هو انا مش عارف هل ممكن استنى كمان شوية، ممكن ادخل اشتري دلوقتي حالا
مش اكيد بالظبط، لكن يعني ممكن مثلا اقسمهم جزئين وادخل اشتري الجزء دلوقتي، ولو نزل شويه ادخل اشتري كمان جزء، ولو رفعت شويه ادخل اشتري لان انا عارف ان هي ممكن مش هتنزل تاني بعديها. فده يعني بيبقى كلها استراتيجيز بتاعت الشراء وكده. ده طبعا يعني لو حد مهتم. وبالنسبه للجو فهي طبعا يعني مش عارف واضح ولا لا، بس هي مش هتوقف مطره، او هي مش موقفه مطره، وهي تقريبا هتفضل الاسبوع كده كله. ولما الاسبوع كله قصدي ان هي من غير ما تقف. يعني في العاده حرفيا الجو هنا لما بيمطر لمده اسبوع، فاللي هو مش مثلا ساعتين مثلا في اليوم وتقف مثلا بقيه اليوم، واليوم اللي بعديه ساعتين وهكذا. فاحنا مثلا بنقول بتمطر الاسبوع كله، لا لما اقول الاسبوع كله 24 ساعه. وده فعلا مش هزار، 24 ساعه. يعني ممكن مثلا تاخد لها راحه مثلا في النص ساعتين او حاجه، الجو يعني او السما يعني مثلا فاهم، يعني تريح مثلا ساعتين او حاجه. بس بعد كده بتكمل تاني عادي جدا. ولو مثلا 24 ساعه متواصله ممكن مثلا ساعتين مثلا تبقى مثلا بتنقط خفيف، وبعد كده اليوم كله عادي بتديها يعني. فلما اقول مثلا الدنيا بتشتي هنا اسبوع كامل او 10 ايام متواصلين، فده مش هزار يعني، ده حرفيا 24 ساعه في 10 ايام، اللي هو 200 240 ساعه، ما فيش راحه. وزي ما انا قلت مثلا يعني بتوقف مثلا ساعتين ترجع تكمل عادي جدا يعني. فالجو هنا في الشتاء غشيم غشيم جدا 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 يعني. Meine Adresse: Wiesenstraße 65 133. كده فاضل على المحاضرة 5 دقايق وتخلص أو 4 دقايق وتخلص. وبجد الواحد يعني يخلص محاضرة الألماني ديت وما يبقاش قادر، ما يبقاش قادر يعمل أي حاجة في حياته. يعني أنا عندي إن أنا آخد مثلا شيفتين شغل، يعني شيفت 7 ساعات دوت، عندي إن أنا يومين شغل ولا إن أنا أخلص محاضرة ألماني ديت 3 ساعات. بحس دايما إن الوقت ما بيعديش فيها. بحس إن ممكن مثلا الوقت مثلا يعدي 3 ساعات دول مثلا بيعدوا سنة أو حاجة مثلا. الموضوع فعلا يعني ممل ومرهق ومتعب بجد، بس نعمل ايه؟ فدلوقتي احنا الواحد خلص هيقعد يذاكر، قصدي هيقعد يشتغل كفايه مذاكره كده. هيقعد يشتغل شويه طبعا بيزنس ريليتد ستاف، تمام. حاجات ليها علاقه يعني يعني المشروع بتاعي اللي انا شغال عليه او غيره دلوقتي حالا. هو يعني ده حاجه جديده، تمام. يعني انا دلوقتي حالا في مرحله ان انا بلانش بيزنس جديد. آه، التفاصيل هتبقى قدام، يعني مش عارف لسه، على حسب يعني. اشارك معاكم التجربه، ممكن اشاركها من الصفر خالص وانا لسه ببتدي البيزنس الجديد دوت. هشوف يعني الدنيا ماشيه ازاي. وممكن اعمل سلسله كمان عن الموضوع دوت، يعني لو انتوا حابين ان انا اشارك خطوه بخطوه ابتديته ازاي من اول الفكره لحد التنفيذ لحد اللانش. فانا المفروض ان انا يعني ان انا اعمل لانش النهارده. انا بقالي يعني المفروض ان انا اعمل لانش بقى من 20 يوم تقريبا يعني. بس الحمد لله يعني كل يوم بتطلع حاجه جديده لازم تتحل. ما هي كده، المشكله تطلع لازم تحلها، مشكلة تطلع لازم تحلها، والحل دوت بيبقى عنده مشكلة، والمشكلة دي بتبقى عندها مشكلة تانية. فانت حرفيا في لعبة، انت بتفضل يعني بتفضل تجري ورا حاجة، بس بتكتشف ان الحاجة ديت محتاجة لها حاجة تانية كمان. فيعني بتدخل تساعد وبتدخل تعمل حاجة، وبيجيب حد بقى يساعدك، والحد بيساعدك ده بيجيب حد يساعده، وبيبقى الموضوع يعني قصة يعني. فانا يعني عمال اقول بقالي 20 يوم ان انا المفروض اعمل لانش. انا كان المفروض اصلا اعمل لانش في يناير اصلا يعني. ده احنا دلوقتي حالا في شهر 3، احنا في مارش، تمام. فيعني ما شاء الله الموضوع متأخر بقاله شهر، لكن انا بعتبر الموضوع متأخر بجد بقاله فعلا 20 يوم، لان كان المفروض يبقى مثلا نص فبراير مثلا او حاجة في الرينج دوت يعني. فانا هقعد دلوقتي حالا ساعتين كده او حاجة اخلصهم. طبعا انا في العادة اصلا المفروض ان دلوقتي احنا بنزل الجيم، لكن لسه العاصفة شغالة بره. فلقيت لما بصيت على الويذر يعني وكده، لقيت ان التلج دوت هيقف على الساعه 9 مثلا. انا في العاده ما بنزلش في جيم الساعه 9 ايام الشغل، لان انا عايز انام بدري الحقيقه يعني، تمام. لكن انا اكتشفت ان انا مش عارف انزل غير الساعه 9. فانا ما عنديش حل غير ان انا اقعد لحد الساعه 9 اشتغل او غيره. فانا المفروض طبعا ان انا اقوم اكل يعني دلوقتي حالا الاول. وطبعا بعد ما الواحد ياكل هيشتغل، وبعد ما يشتغل الواحد هيجهز وينزل الجيم. وانا طبعا هاخدكم معايا برضو في نزولة الجيم وفي التمرينة وفي كل يعني لحد ما الواحد يشطب يعني يومه ان شاء الله. فخليكم معايا. طيب انا في طريقي للجيم دلوقتي حالا، لكن انا اكتشفت ان الخطة تتغير، وان انا محتاج اروح السوبر ماركت الاول. الهوا دوت مش عارف بقى هتسمع ولا لا في الهوا دوت، بس قشطة يعني. فلازم اروح السوبر ماركت الاول اجيب حاجات، علشان خاطر ما بحبش ان انا اروح الويكند اتسوق او كده، بيبقى الموضوع زحمه يعني. فاروح دلوقتي حالا اجيب شويه حاجات، وبعد كده هطلع الجيم بقى. بس يا رب يعني نلحق السوبر ماركت، لانهم كله بيقفل الساعه 9، واحنا دلوقتي حالا داخلين على 9 بالظبط.
طيب احنا كده وصلنا الجيم. الساعة دلوقتي حالا داخلة على 9:30، والمفروض الجيمات بتقفل هنا على 11، فنلحق نتمرن ان شاء الله يعني منقفلش الجيم معاهم او حاجة يعني، هنشوف. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that. كده خلصنا التمرينة بتاعتنا. الساعة دلوقتي احنا داخلة على 11:30، 11 قصدي، فالمفروض ان احنا نبقى في البيت دلوقتي حالا عشان الجيم بيقفل عموما على الساعة 11. انا عيني دي تقريبا مش هتصلح النهارده. عيني بقى متدمرة خالص. تقريبا انا كده صاحي فوق ال 12 ساعة، 12 ساعة ايه؟ اكتر من 12 ساعة بكتير. احنا كده داخلين على ال 24 ساعة، فانا عيني متدمرة. بس انا في العادة مش بيبقى اليوم ده بتاعي يعني، النهارده كان استثناء حرفيا. كان عادة مبيبقاش يومي بالمنظر دوت يعني، بيبقى يومي اقصر من كده بكتير، لكن جه التلج والمحاضرة بتاعت الألمية طولت زيادة عن اللزوم. أنا في العادة أصلا بكون دلوقتي حالا أصلا نايم، أو حتى قبل كده بساعة كمان، لكن حصل تأخير زي ما انتم شايفين. بس فالنهارده استثناء عموما، لكن في العادة ده مش بيكون اليوم. طبعا جه الوقت ان احنا نقفل الفلوج بتاعنا. انا طبعا لسه راجع من الجيم زي ما انتم شايفين. كل اللي انا هعمله البروتين شيك بتاعي، وادخل اخد الشاور وعلى طول على النوم. لكن عشان انتم متعودين مني على الحقيقة، انا لازم اوضح كذا نقطة مهمة جدا. ده مش اليوم العادي، تمام؟ دوت استثناء. طبعا استثناء لكذا سبب. انا بشتغل 3 شيفتات في الاسبوع دلوقتي عشان خاطر الاجازه، ولسه الدراسه مش داخله، والدراسه هتبتدي على الاغلب كمان اسبوع، يعني الاسبوع اللي جاي لا اللي بعديه الدراسه هتبتدي. هو جدول نزل يعني عموما. في الاول وفي الاخر انا شايف يعني ان انا ليا طريقه معينه في التنظيم او كده، هبقى اشاركها معاكم ان شاء الله يعني قريب. انا بشتغل 3 شيفتات. عندي الجيم بالنسبه لي ايام الراحه اساسي تبقى ايام الشغل، يعني انا منظم جدول الجيم بتاعي ان ايام الراحه تبقى ايام الشغل. لكن انا النهارده نزلت الجيم بعد الشغل، لان النهارده اخر يوم شغل عندي في الاسبوع، وهيكون طبعا بعدي الويكند بتاعي وغيره كل الكلام دوت. فانا عارف ان انا ممكن اخد عادي مثلا راحتي في النوم شويه، مثلا اصحى مثلا 8 9 عادي جدا، مش هيبقى فيها مشاكل، لان الساعه دلوقتي حالا 11:30. فبكل بساطه ده مش بيبقى اليوم العادي. اليوم العادي أو يوم الشغل العادي قصدي، لان الايام العاديه برضو بتفرق عن ايام الشغل برضو، تمام؟ فبيبقى يوم الشغل العادي بنشيل منه الجيم، اليومين اللي هم اللي في قلب الاسبوع. انما اخر يوم شغل اللي هو اللي بعديه، انا عارف ان انا ما عنديش شيفتات تانية او مش هداوم تاني او غيره، ممكن انزل الجيم عادي، وبسمح لنفسي عادي ان انا اعمل حاجه زي كده علشان بس ما افوتش الجيم او كده، لان في الاول وفي الاخر دي مثلا هوايتي، ودي الحاجه مثلا حرفيا بتريحني مثلا في البلد او كل الكلام دوت، الحاجه اللي بفك بيها الضغط بتاعي بتاع اليوم وكل الكلام دوت. فدي نقطة مهمة أنا كنت عايز بس أشيرها معاكم، علشان بس يعني محدش يتلخبط عليه الموضوع، لأن أنا كده داخل في ال 24 ساعة صحيان. فالطبيعي طبعا مفيش حد بيبقى اليوم بتاعه 24 ساعة. يعني أمال هتنام إمتى؟ يبقى أنت كده مثلا يومك كام؟ مثلا 36 ساعة مثلا، تمام؟ يبقى مثلا يعني ما ينفعش، تمام؟ والنوم مهم جدا جدا جدا. طبعا الموضوع مضحك ان انا اصلا بدي النصيحه مش بشتغل بيها برضه، انا عايز برضه بصريح معاكم، تمام؟ يعني انا بقول ان النوم مهم جدا، وايرونيكلي ده جاي مني انا، تمام؟ اللي هو اصلا يعني ممكن اطول فتره نوم انا شفتها كان 7 ساعات، تمام؟ غير طبعا الايام مثلا ممكن ايام فيها شويه وبتاع وكده، ممكن مثلا اوصل مثلا 10 ساعات او حاجه، عشان انا عارف ان انا لازم اخف بسرعه علشان اعرف اشوف اكمل اللي ورايا، تمام؟ فبرضه بيبقى مثلا بنام برضه لغرض معين. ده كان اليوم بتاع الشغل، شفت من اوله لحد اخره. انا طبعا عارف ان الرجوع غريبه ان انا ارجع بالمنظر دوت من غير ما انا مثلا افسر مثلا الغياب بتاعي او كده، لان يعني ما بحبش ادي مبررات او ادي اعذار. يعني شايف ان انت حتى لو انت غلطت غلطه فانت غلطت حتى يعني، او مثلا ما بتقعدش مثلا تقول ده السبب ومش ده السبب، او البيئه اللي حواليا السبب، او ايه اللي حصل.
يعني الغلطة غلطتك، لأن برضو أنا عارف إن أنا لو كنت عارف أصور، لأن أنا عارف إن أنا كان بيجيلي أوقات أنا عارف إن أنا أقدر أصور، لكن برضو يعني أنتوا فاهمين، يعني من غير ما أنا فعلا أوصف، أنا متأكد يعني إن أنت فاهم يعني من غير ما أنا أوصف. بس وأنا عارف إن طبعا التصوير مش أحسن حاجة، لأن في الأول وفي الآخر أنا أول مرة أصور حاجة زي كده، فأتمنى إن هي تكون عجبتكم. ولو حد عنده تعليق على أي حاجة أحسنها أو أيا كان، يا ريت يكتب لي. لو برضو حد عنده أي أسئلة أو أي حاجة يا ريت يدخل يبعت لي، تمام. وأنا بالمناسبة كل الأسئلة اللي كانت اتبعتت لي على الانستجرام وعلى التليجرام اتمسحت كلها، فلو حد كان عنده أي سؤال يا ريت يدخل يبعته لي تاني، تمام. يعني عشان بس يعني محدش يفتكر ان انا مطنش او بتاع، لا هو كله اتمسح. فيا ريت فعلا يعني لو حد عنده استفسار مثلا او اي حاجه يدخل يبعت لي تاني وانا ان شاء الله هرد عليه يعني. واللي مش عارف اصلا هيبعت رسايله فين هيلاقي لينك الانستجرام تحت ولينك التليجرام تحت. ادخل اعمل فولو، ابعت لي وانا ان شاء الله هرد عليك. وهيبقى في Q&A ان شاء الله في نفس الوقت اللي الفيديو ده هيطلع فيه. طبعا يعني بيبقى لمدة 24 ساعة، فانت ممكن تروح هناك وتحط السؤال بتاعك وانا ان شاء الله هطلع هرد عليه. بس كده، لحد فيديو تاني، السلام عليكم.